الذين اختاروا الفلاحة مجالا للاستثمار. فبعدما إنشاء مزرعة لأشجار زيتون ببلدية سيدي مروان بولاية ميلا تحتوي قرابة 4000 شجرة، شيد معصرة عصرية صديقة للبيئة وتتميز بالجودة ونوعية زيتها. وهو اليوم يطمح في أن يصل منتوجه إلى أجنحة المتاجر الأوروبية والعربية، ما ينقصه التفاتة من السلطات المحلية. بالمنطقة الصناعية ولاد صالح ببلدية الأمير عبد القادر أحدثت معصرة زيتون تزوج بين جودة المنتوج ومراعاة سلامة البيئة. تعد هذه المعصرة الوحيدة على مستوى ولاية جيجل. في هذا الديكونتور راح يصفي الزيت في جهة، والفضلات نتاع الزيت كما نقولوا العظام والقشره هذه تخرج في جهه ثانيه. حاجه اخرى اللي نضيفها للعمليه الجديده هذه هي عندنا ريغلاج نتاع باش تشوف لو كو نتاع الزيتون اللي ربما ما في المعاصر الاخرى ما نلقاوهاش. مشروع طموح لأحد أبناء المنطقة الذي فضل الاهتداء بتجارب البلدان الأوروبية وبالأخص الإيطاليين. في سنة 2010 شاهدت التكنولوجيا الأخيرة في أوروبا اللي يسميوها صديقة البيئة، وبالفعل في مدينة فيرونا كان الإقبال في المعرض على هذه الماكينات بشكل قوي، ومن ثم قررت بإذن الله أن أجسد هذه الفكرة وهذه المعصرة الحديثة هنا بالولاية نتاعنا. هذه المعصرة الصديقة للبيئة يراعي المشرفون عليها الحفاظ على القيمة الغذائية الكاملة لزيت الزيتون في جسم الإنسان من خلال استعمال تقنيات حديثة لمراعاة شروط الجودة العالمية. عندنا في طابلو دو بورليه عندنا ينطلق من البدايه ب 24 درجه بعد الطحن نتاعو، لما يجي المالاكسور الشيء اللي ميزه كبيره بزاف اللي هي تقريبا على البارد. والفرق بين المعاصر الاخرى وهذه كاين الماء، فرق الماء لان كاين المعاصر الاخرى اللي ماهيش صديقه البيئه اللي تكونسومي بزاف الماء حوالي 400 لتر في الساعه، هنا ما نكونسوم 0 لتر حتى ل 10 لترات فقط. فإلى جانب هذه المزايا فهي أيضا صديقة للبيئة. بالنسبة للشحن تاع الزيتون ممنوع منعا باتا باش نحطوه في الشكير كما كيديروا الشكير هذوك تاع السوام بلاستيكية. إرادة هذا المستثمر طموحة، فبعد إنشائه لمعصرة وفق المعايير الدولية بفضل دعم الدولة له، فإن رهانه الكبير هو اقتحام منتوجه أي زجاجات الزيت هاته للأسواق العالمية. نتمنوا باش يعطيونا شوية أراضي نزيدونا نغرسوها، لأن احنا غرسنا ديجا 28 قطار ونزيدونا نغرسوا كذلك. أولا تولي متوفرة، نوليو متوفرة فينا الشروط نتاع المداومة نتاع السنة كاملة من ناحية العمال بالدرجة الأولى، من ناحية التصدير أو التسويق بصفة عامة سواء في الخارج أو في الداخل تكون المداومة نتاع طول السنة. فعلا استثمار فلاحي حقيقي يستحق مزيدا من الدعم والتشجيع من طرف السلطات للمساهمة في الاقتصاد الوطني والنهوض بقطاع زيت الزيتون الجزائري. تفاصيل نشرتنا المحلية مشاهدينا تمت، تتابعونا بعد قليل نشرة الأخبار باللغة الإنجليزية. نشكر لكم وفاكم، السلام عليكم.